مشاهدينا مساء الخير، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده ونت تي في. دايما في نت تي في بنجيب الاخبار العالميه اللي حدثت خلال الاسبوع، بنحرص ان هي تكون اخبار لطيفه وخفيفه بس في نفس الوقت اخبار ثقافيه فنيه رياضيه، وكمان اذا كان عندنا اخبار عن الاثار في مصر او مختلف انحاء العالم بنحاول نجيبها لكم. أول فيديو مشاهدينا تحت عنوان كولومبيين ينامون في الشوارع احتفالا باليوم العالمي للكسل. مواقع عدة تتناول موضوع اليوم العالمي للكسل أن يكون معروف المنشأ، وتقدم دعابة أن من ابتدعوه تكاسلوا ربما في تحديد ذلك الوقت. كيف تحتفل باليوم العالمي للكسل؟ رغم أن الإجابة قد تبدو معلومة سلفا، إلا أن الفيديو يدعو إلى الاسترخاء وعدم فعل أي شيء وإرجاء الأعمال إلى وقت آخر، كما يشجع أيضا على عدم القيام بالأعمال المنزلية وطلب الطعام بدلا من طهي، وقضاء اليوم كاملا على الأريكة في مشاهدة حلقات متتالية من البرنامج المفضل. ويعود هذا التقليد السنوي في المدينة، والذي يشهد عدة فعاليات ذات صلة، منها مسابقة مثلا لملابس النوم إلى عام 1985 عندما خرج كارلوس ماريو مونتويا بفكرة إقامة احتفال يذكر الناس بضرورة التمهل والاستمتاع بالحياة في مدينة تعرف بصخب نشاطها الصناعي وأيضا التجاري. ونقل عنه أن الغاية من هذا الاحتفال باليوم العالمي للكسل في مدينته هي لفت الانتباه إلى أهمية أوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية في أي مجتمع. تعالوا نشوف مع بعض. Motiva participar la reivindicación del ocio, la reivindicación de la pereza, también como un derecho del trabajador y de la trabajadora. قصة خبز البيجل في نيويورك الذي ينافس تمثال الحرية في الشهرة. نوع من الخبز الشهير في مدينة نيويورك هو خبز البيجل، والذي يشبه في شهرته تمثال الحرية. سكان وزوار نيويورك يعشقون هذا الخبز، حتى أن الأمريكيين خصصوا له يوم 26 يوليو من كل عام للاحتفاء بهذا النوع من الخبز. والبيجل خبز مستدير صغير الحجم يشبه الدوناتس، ويصنع من القمح والخميرة، وعجينته تسلق في الماء أولا ثم تخبز، ويتم وضع طبقة من الملح والسمسم والبصل والثوم على سطحه. ترجع أصول هذا الخبز إلى دولة بولندا، ولقد ظهر في نيويورك في أواخر القرن التاسع عشر، ووصل هذا الخبز للفضاء عام 2008 عندما حلق رائد الفضاء الكندي الأمريكي بنحو 18 قطعة بيجل في المحطة الفضائية. تعالوا نشوفوا مع بعض. Certain minerals and certain elements in it that give it its own distinct characteristics. Altitude makes a difference. There's lots of factors that make a difference when you cook and when you bake. And we just happen to be
at the right altitude with the right water. Maybe not that thin, but thinner. You leave them in less. You see they're floating on top here. And what we want to do is we want to let them get a nice little skin over them. من اليابان هدية لكل شخص مرهق، كبسولة تتيح النوم واقفا بأماكن العمل. ابتكرت شركة يابانية اختراعا يتيح للأشخاص أخذ قيلولة في أي مكان لاستعادة نشاطهم لإكمال أعمالهم اليومية. الاختراع يمكن مستخدميه من استعادة نشاطهم وطاقتهم من خلال قيلولة قصيرة بوضعية الوقوف دون أن يدخل الشخص في مرحلة النوم العميق. وأعلنت الشركة عن منتجها الغريب من خلال بيان صحفي قالت فيه: صندوق قيلولة الزرافة يمنحك شعورا بالانتعاش في غضون 20 دقيقة. وأشارت الشركة إلى أن بحثا جامعيا أكد أن النوم واقفا يمنح الشخص شعورا كالذي يحس به في نومه العادي، كما أنه سيستيقظ دون أي أعراض جانبية ويكون بمقدور استئناف نشاطه بالكامل. تعالوا نشوف مع بعض. ولادة نادرة لزرافة بلون موحد يخلو من البقع في أمريكا. في ولاية تنسي الأمريكية تمت ولادة زرافة نادرة ذات لون موحد، ويعتقد أنها الوحيدة في العالم التي ولدت هكذا. يبلغ طول هذه الزرافة 182 سنتيمتر وتعيش تحت رعاية أمها والعاملين في الحديقة. ومن المعروف أن البقع الملونة على جلد الزرافة لها وظيفة حيث تساعدها على الاختباء من المخاطر، فهي تقوم بتمويه الأعداء والحيوانات المفترسة. وكل زرافة
لها نمط فريد من البقع لا تماثلها في زرافة أخرى كبصمات أصابع الإنسان. ولقد أعلنت حديقة الحيوان التي ولدت فيها الزرافة عن مسابقة لتسميتها. تعالوا نشوفها. شاهد ثنائي يسبحان مع أسماك القرش بسلطنة عمان. قد تكون فكرة تواجدك بين أسماك القرش مخيفة بحد ذاتها، فما بالك بالغوص والسباحة معها؟ ربما تتساءل عن هذه التجربة التي فعلها الثنائي الإيطالي والجزائري إستر أرغوتو وبلقاس بن عروس. وربما نتساءل أيضا عما إذا كانت هذه الأسماك خطرة تنتمي إلى فصيلة القرش التي تعرف بكونها غير عضوية، ويمكن أن تعيش بسهولة على اتصال مع البشر بشرط احترام المساحات الخاصة، وتتغذى في على العالق والأسماك الصغيرة والبيض والقشريات، وبذلك لا يمكن اعتبارها من بين الأنواع الخطيرة والمهددة لحياة البشر. هذا مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي قناة المغامرين على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وينصح الثنائي بخوض هذه التجربة ضرورة احترام أسماك القرش. تعالوا نشوفها. المسبح الداخل مع القرش حسب طرى ولا فيها خطر. أكبر حي مطبوع في العالم، قصة بناء باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد في تكساس الأمريكية. يعرض الفيديو القادم حي بمنطقة جورج تاون في ولاية تكساس سيكون الأكبر من نوعه في العالم، إذ أن منازله 100 تبنى حاليا باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. الشركة المسؤولة تقول أن كلفة هذه المنازل أقل، كما أنها أكثر استدامة من طرق البناء العادية، وقد تصبح الطريقة الرائجة في غضون 10 سنوات. أحجام المنازل تتراوح بين 140 و 195 متر مربع، وتتكون من 3 إلى 4 غرف إضافة للمرافق الأخرى. تعالوا نشوفها مع بعض.
is bring the laborers into the technology world, and then hopefully we'll even pass that on to places like Mexico and other places. The price of concrete hasn't really gone up near as much as the price of wood has. And so you're looking at trying to save money as far as trying to build one of these homes. I enjoy seeing this new innovation, and Georgetown is growing so much. شاهد ثور بجانب السائق. الشرطة الأمريكية توقف سيارة بسبب مخالفة غريبة. تلقى مكتب الطوارئ في مدينة نورفولك بولاية نبراسكا الأمريكية شكوى من أحد المواطنين بعد أن رصد سيارة يخرج منها ثور بقرنين كبيرين. تعقبت الشرطة السيارة وأوقفتها على الطريق السريع عند مدخل المدينة، حيث جهز السائق لي ماير سيارته ليتمكن من وضع الثور هودي دودي بجانبه مستخدما لوحا حديديا بعد أن قص سقف سيارته. رغم المخالفة المرورية قررت الشركة مسامحة السائق شريطة العودة إلى المنزل وعدم تكرار الأمر. تعالوا نشوف مع بعض. مخلوقات مهيبة. شاهد مغامر يسبح مع 100 من خراف البحر بأمريكا. رغم ضخامته إلا أن السباحة مع خروف بحر واحد لم يكن كافيا بالنسبة للمغامر الأمريكي مارك فينز. وهناك خطورة للسباحة مع هذه المخلوقات، حيث أنه حيوان بحري كبير من الثدييات، لكنها من ألطف المخلوقات التي يمكن أن نصادفها في المحيط، ولكن لا يزال حجمه كبير. وإذا لم نتبع قواعد الاقتراب منه والسباحة معه قد يصبح الوضع خطيرا، ويجب أيضا مراعاة سلامة هذه الحيوانات. نال هذا الفيديو إعجاب المشاهدين الذين أحبوا التجربة التي خاضها المغامر مع خراف البحر. تعالوا نشوف مع بعض. I had filmed this same population of manatees 3 years prior. However, it had become clear through habitat loss that the manatees popular to understand what those circumstances were and help educate our audience to what's happening with the Florida manatee. I was curious to see if they were even still there, if we could even swim with them like we had done years previous. Luckily for us, they were there, and we did
get in the water, and we were able to actually enter the Three Sisters Spring, which is world famous. It's a world famous congregation of manatee. It's only open certain days for visitors. So we got very lucky that the day we had gone to film with them, that the spring was open and there were so many manatees in there. Are there risks swimming with manatees? Yes, we're talking about a very large marine mammal. They're gentle giants, without question. They're one of the kindest creatures that you could encounter in the ocean. However, they're still large, and if you don't follow the rules and how to approach them and swim with them, it can be dangerous. You're also looking out for their safety too. One of the things that you never want to see is a manatee being harassed or a manatee being confined into an area because swimmers are trying to get the right magic shot or the perfect picture. Knowing when to hold your ground and knowing when to back away is very important when you're filming with manatees, and it's not only for their sake but also your sake as well. I think viewers just respond to that experience, that immersive moment that I had with the manatee. Could have been anyone, and that's our main goal with our content and our videos. We try to bring the audience into the shoes of the adventurer. In this case, it was myself and my team, so they get a glimpse of what it might be like to be in the water with a majestic creature like a Florida manatee. قرية بإحدى دول الخليج من أجمل القرى السياحية بالعالم. بموقعها المميز في أعالي جبال الحجر تبرز قرية عمانية غدت من أجمل القرى السياحية في العالم، تعرف باسم قرية بلد سيت، ويمكن الوصول إليها فقط بواسطة سيارة الدفع الرباعي. هذه المشاهد صورها العماني أحمد البحري، والتي تبدو وكأنها لوحة أخاذة تجذب السياح إليها من داخل سلطنة عمان وخارجها، وتتميز في إطلالتها على المدرجات الزراعية الخلابة. ولا يزال سكان هذه القرية يعتمدون طريقة المدرجات في الزراعة حتى يومنا هذا، ومن خلال عملية التوثيق الجوي بواسطة كاميرا درون حاول البحري إبراز جمال بيوتها القديمة التي تقع وسط أحضان الطبيعة الجبلية. تعالوا نشوفها مع بعض. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية فيديوهاتنا النهاردة من نت تي في. انتظرونا إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس الميعاد ونت تي في.